جبنا الكنافه والقطايف وخلاص، كلها كام يوم ورمضان على الابواب. كل سنه وانتم طيبين، بس اوعوا تنسوا خناقه اول يوم رمضان. هنروح عند امي ولا حماتي؟ النهارده بقى انا معايا كابل هيجاوبني على السؤال ده. سكر معايا فنداري وجنى، عاملين ايه؟ احنا تمام الحمد لله. فل كله كله تمام. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه ورمضان كريم. الله اكبر. قولوا لي بقى، نخش على التقيل. اول يوم رمضان عند امي ولا حماتي؟ عند امي طبعا. عند والدتك انت؟ طبعا طبعا. اكيد. لا طبعا دي جايه منين؟ ايه الثقه دي يا فنداري؟ خير. هي احلى حاجه انك انت تسيب اللي قدامك يفكر ويختار ويعمل اللي هو عايزه، بس في الاخر في قواعد هي معموله بتتنفذ. يعني ايه هي؟ عند امي طبعا. الله. طب طبعا. ايه اللي طبعا اتنين طبعا؟ مين لا طبعا؟ اقول لك على التاني؟ حاجه، احنا كده وكده متفقين من اول ما اتجوزنا ان انا اول يوم دوت لازم عند مامتي. انت متفق على ده؟ ده لا احنا مش اتفاق. متفقين، لا مش متفقين. هو كل رمضان عارفه انت بيسكنني كده، بيديني مسكن ويقول لي معلش رمضان ده عند امي ورمضان الجاي اوعدك اول يوم يبقى عند مامتك. فما تقوليش وما اتفاق بقى يعني فنداري كده مش بيوعد وما بنداري. بيوفيش. لا. والله هي بتحاول على قد ما تقدر تبرر لنفسها، بس مش ده اللي بيحصل. يعني هو طب كده قولي وكده انت اتفاق. جيت كده قعدتها يا بنت الحلال اول يوم رمضان ده عند امي ليه؟ بصي اقول لك ليه. علشان انا من زمان قوي انا مامتي بتجمع اخواتي كلها باولادهم بمراتاتهم اول يوم رمضان، فده يوم مقدس عندنا. يعني مامتي على طول عمرها تقعد تقول اول يوم رمضان ده حتى لا قدر الله لا قدر الله لو جرالي حاجه هتبقوا انتوا برضو بتتجمعوا اليوم ده برضو مع بعض. ربنا يديها الصحه. بس ما هي ممكن برضو تقول لك طب ما انا امي برضو بتحب تجمعنا. بالظبط. بس هي معروفه ان هي والأب بتبقى عند بيحبوا الولد يعني. لا. بالاخص يعني. فكره بقى ان هي معروفه ان هي دايما اول يوم رمضان عند اهل الزوج، دي انا سمعتها كتير وهي اصبحت عاده، بس احنا مش عارفين العاده دي جت منين يا جنى. جت من الهوا. من الهوا؟ من ها؟ الهوا طبعا. محدش قررها. شكلك مفيش معترضه جامد يا ست جنى. قويه كده بتاخد القرار. لا اول يوم ده عند والدتي انا، لا فالستات كلها تبقى وراها. بالظبط كده. محدش قادر يعملها للاسف. قول لي بقى، انت من شويه قلت لي انا اتفقت وهي قالت لك لا ده هو بس بيديني مسكنات كده واول يوم رمضان يقوم واخدني على طول عند مامته. انا سايبها تعمل. تتكلم. طب اتكلم. لا انا عايزه اسمعك والله. بص اقول لك على حاجه، هو المعروف ان الراجل في كل الدنيا اول يوم ده بيبقى عنده. بيبقى كل عنده الدنيا. مامته في كل حاجه. انتوا نفسكم ان احنا نيجي بقى عندكم في رمضان بقى الكلام ده ده بناء على ايه؟ مفيش. في كل الدنيا دي جبتها منين؟ خلينا نتكلم في مصر عشان هي احنا موجودة. الدنيا كلها حاجه ومصر حاجه. طب بالظبط ماشي، كده. انا عايز اقول لك على حاجه. اه. انتوا يعني انهي الاكتر اللي بتشوفوه بيبقى اول يوم رمضان ده عند الزوج ولا عند الزوجه؟ لا ما انا بقول لك الزوج كل الناس او بس. اغلب الناس بتروح، بس مش فاهمه هي بتروح ليه. يعني فاهمه قصدي؟ هي بتروح عشان هي عاده، انما مش عارفين مين اللي خلاها. طب انا امي تفطر لوحدها هنا في الباك جراوند بتقول لي لا بيبقى تاني يوم. تاني يوم. ها؟ تاني يوم عند مامتها. بصي هو بيبقى اول يوم بس بنمشيه عند الحما، اه. وبقيه رمضان كله عند امي. بقيت رمضان. طب ما حرفياً. احنا كده مفترين برضه يا جنى، يعني ما يصحش برضه. اول يوم ب 29. ب 29 يوم عند مامتك بجد؟ والله. وانت بتروح معاها في الفطار؟ انا يعني هو السنه اللي فاتت انا رحت اول يوم عند مامتي، تاني يوم تالت يوم رابع يوم خامس يوم كنت عند ما لحد مامتها، العيد سادس يوم لغايه ما وصلنا العيد. طب ما بصراحه لا احنا مفتريين. هو يوم. حقي. لا احنا مفتريين برضه. ما هو على فكره هو برضو انا لو خدت اول يوم عند مامتي ال 29 هيبقى عند حماتي. يعني انت اليوم عندك ب 29؟ اكيد. لا اكيد لا يا جنى، برضه نمسك العصايه من النص. يعني ما هو في اوقات برضو بنفطر في بيتنا، يعني مش هنبقى على طول هنا ولا هنا. اه صحيح. ما احنا كلنا بنستغل بقى ان بيت الحما وبيت الام وانا ما بطبخش حاجه بالظبط. بالسلامه وبتاع. شويه عند اخواته وشويه عند اخواتي كده يعني. كمان. بنقضيها يعني. طب انت بقى انتوا بتاخدوا حاجه لوالدتك وانت رايح اول يوم رمضان؟ طبعا. اكيد. ايه بقى؟ اللي هو كنافه بس، وهي الحاجات اللي ليها علاقه برمضان. لازم بلاقيها تدخل وانا بواقي ماشيه. عشان ما الناس ما تاكلش وش. عصاير حاجات كده. لا مش عشان الناس تاكلش وش، بس لازم نعمل كده ما نفضلش نتعاير بقيه رمضان. طب انت انت جيت وما جبتش حاجه اه طبعا. لا ما بينسوهاش دي. طب انت بقى ما بتعزميهمش في بيتك؟ لا اكيد طبعا بعزمهم. امتى بقى اليوم الكام؟ اما انت 29 هنا ويوم هنا. لا هو مش 29 بالظبط، هو بيبقى في يوم نص الاسبوع كده، يعني في نص الشهر بنبقى متفقين ان هو خلاص اليوم ده عند عبد الله وجنى، اليوم ده عند ماما، اليوم ده عند حماتي، اليوم ده عند اخواته كده، فاهمه؟ بنبقى مقسمينها. مين بقى بيطبخ فيكم بما انك يعني طباخ ماهر؟ انا اسمع الكلام ده يعني. بصي انا بعشق الطبخ. مش بعشق الطبخ علشان ان انا اكل والكلام ده، عشان ناس كتيره بتخلط الاتنين ببعض. يقول لك انت بتحب الطبخ فانت بتاكل كتير. أكيد. بس انت ازاي مش باين عليك، ازاي ما بتتخنش؟ دي المشكله اللي بتبقى على طول الناس بتقعد تسالها لي على السوشيال ميديا.
انا بحب الاكل كحب ليه، زي اي حد بيحب رياضه، بيحب حاجه في حياته. بتفهم فيه، بتطلع الاكله حلوه وبتحب الناس تاكل من ايدك. بعشق ده، وممكن ما اكلش منه. يعني جانا في اوقات بتتجنن مني ان انا اعمل اكل ويطلع حلو وكل حاجه وما اكلش، مش فارق معايا ان انا اكل منه. بس فارق ان انا ادخل مطبخ واعمله. حلو قوي. اقعد أتفنن فيه. انا هرجع لحته الاكل دي، بس انا عايزه اعرف، طب رمضان واتحل، العيد بقى بنعمل فيه ايه؟ ناكل بره. جامد جامد الحوار. بنختصر على طول، لسه هو في وقت. ده هو بيبقى العيد دوت اللي هو يعني عايز لا، الحق. هو العيد اللي جاي ده هيبقى عيد كحك وبسكوت ورنجة عادي وفسيخ. يعني ما بيزعلش قوي. ما بيزعلش. اللي بيزعل بقى عيد اللحمة. عيد اللحمه عيد يختلف اللحمة. عن عيد الكحك. يعني اللحمه طبعا. بيزعل. ايوه، اصل في بقى ناس بتذبح بقى ولازم بتحضري اكل والفتة اهم حاجة. الفتة ده اول يوم. طب يعني وعند ده مين لازم. بقى؟ الفته اه. عند مامتي. عند مامتك. مع ان لا. مامتي بتعملها احلى والله، بس عادي يعني. المهم لا مين كده في بيعملها مشاكل أحلى؟ كبيرة. انا بعشق اكلهم فما عنديش مشكلة. ايوه زي، طب ما تقولي لي اكل مين فيهم اللي احلى في العموم، يعني سيبك من الفته بقى. بصي، أيوة. اللي اكتشفته اه. في حاجات ماما بتعملها جامده جدا، وفي حاجات مامته بتعملها حلوه قوي. لا زي ايه؟ سمي لي بقى اكلات كده. مامتي هتشوف الفيديو ده. انا عارفه. سمي الله، سمي الله بالرحمه بصي الخفيفه. هقول لك. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. السبانخ انا ما كنتش باكلها. يعني انا مامتي بتعملها حلو بس انا ما باكلهاش. حماتي غيرت الفكره. دوقتني قبل كده سبانخ تحفه، بقيت اكل سبانخ من عند حماتي، ما باكلهاش عند مامتي. حلو ده. المحشي الاثنين تحفه، يعني مش هقدر اقول لك، بس انا بعمله احلى بقى من الاثنين. تعرف البشاميل؟ الست الشاطره يا باشا من المحشي. بالظبط. البشاميل نفس الكلام. يعني هو برضو بيقول لي انت تفوقتي على مامتي ومامتك في البشاميل. وعندك القدره يا عبد الله تقول الجمله لا دي. انا ما قلتش الكلام ده. انا قلت الكلام ده. امال قلتها ازاي؟ انا مش قايل لك اسرار البيت ما هي تطلعش سمعتها بره. منين؟ سمعتها منين هي؟ بصي هي بامانه جانا نفسها في الاكل حلو قوي. يعني انا ظالمها على السوشيال ميديا ان الناس كلها بتقعد تقول هو انت اللي بتطبخ، طب ما تتعلمي، طب ما تطبخي. هي طباخه جامده قوي، بس المشكله كلها ان انا اللي بحب المطبخ. بس هي لما بتدخل لا بتعمل اكل. يعني هي عليها مكرونه بشاميل، والله بخليها تعملها لي، بفضل لمده اسبوع اكلها. اروح الشغل واخد مكرونه بشاميل، ارجع الاقيها محضره لي مكرونه بشاميل، اجي اتعشى، تتعشى يا حبيبي، الاقيها جايبه لي مكرونه بشاميل. الصينيه كلها ليه؟ بفضل واخدها لمده اسبوع كده لغايه ما اكره المكرونه بشاميل. حلو. بس بتعملها حلو. ميزه حلوه ان انت تتجوز واحده بتعرف تطبخ. طبعا. والاكتر بقى لما الراجل يعرف يطبخ طبعا بيريحك بقى من الاخر. سيبك بقى من أكيد. الكلام بقى الحسد بقى لا، صح. والكلام ده كله. قولي لي بيريحك الكلام ده ولا لا؟ جدا بيريحني. وانا يعني في حاجه برضو الناس بتعرفهاش عني، ان انا ما بحبش وقفه المطبخ. وقفه المطبخ دي مزاج، مش اي حد بيعملها. فاهماني؟ لما يجيلك يعني مزاج. مش لازم بالظبط، مش لازم يبقى انا مجبره ان انا اقوم اعمل اكل علشان اكل لا. انا بحب اما يجيلي مزاجي اقوم اطبخ واعمل اكل حلو. فهو بقى مريحني في الحته دي. احنا خلاص احنا مظبطينها، اللي يجيله مزاج يقوم يطبخ المطبخ بتاعه. وهي حظها ان انا بحب الطبخ، وهو كده لكن كده لو انا ما بيحب. بحبش الطبخ بقى لا تيجي طبعا. تقول لي انا ليا مزاج ادخل وما ادخلش. ما عشان كده هي حاجه مميزه. كان زمان دخلتها المطبخ وقفلت عليها تقضي بقيت عمرها جواه. لا حقوق المرأة بقى لو سمحت. لا حقوق مرتين. انا مش ملزمه. مش ملزمه. لا صحيح. طب ما تيجي نشوف الترند ده، فكرة مش ملزمة. انت معاها يا عبد الله؟ بصي لا. شفتها ازاي فكرة مش ملزمة؟ كل حاجة انا مش ملزمة، انا زي زيك، انا بشتغل زي زيك وبقبض زي زيك، فانا ليه اعمل لك حاجة زيادة في البيت؟ بصي انا عمري ما شفت الحياه ان هو انا بعمل فاحنا زي بعض فعايز مقابل. فعايز مقابل. يعني انا حتى لما بطلع واقعد اتكلم واقعد انا وجانا مع بعض وعيشتنا في البيت، انا بقعد اقول لها اللي يعمل حاجه يعملها من غير ما يحسس التاني ان هو بيجبي عليه. يعني انا لما بدخل اقف في المطبخ بعمل اكل، مش معنى كده ان انا وانا طالع اجي اقول لك على فكره انا كده عملت لك اكل المره دي، يلا ليا واحد في الصندوق اهو. لا ماليش في الكلام ده. وهي مش معنى ان هي جت عملت حاجه ان هي برضو تيجي تقول لي بص انا بعمل لك انا مش عارف ايه. لا، اللي يقدر يعمل حاجه يعملها من غير ما يحسس الطرف التاني اللي هو ليه فضل عليه. على فكرة ناس كتير قوي في العلاقات بتزعل من بعض بسبب الحتة دي. أيوة. بيبقوا فاكرين لبعض انا عملت لك، لا وانا عملت لك طب انت بتعايرني، طب انت لو ما كنتش عايز أيوة. تعمل ما كنتش عملت. طب ما انت يوم ما عملت لي أيوة انا صح. عملت لك، ويوم مش هتلاقي هما الاثنين بقى. طب نعيد الخناقه من الاول كده نهدى. هو مين المبدأ عمل أصلاً لمين غلط. بس عشان اتوه في وسط الحوار. المبدأ اصلا غلط. يعني عارفه بيقول لك ايه؟ كانك عملتي تورتايه حلوه ورميتي عليها شويه تراب يعني. بالظبط صح. طب وانت فكره مش ملزمه، هل انت الكونسبت ده اصلا في دماغك؟ المبدأ مش ملزمه في دماغك كست متجوزه، ولا لا عادي بالتراضي انا هعمل وانا امي معوداني على كذا وكذا وكذا؟
لا طبعا تراضي بالتراضي. اكيد. فكره ان انا مش ملزمه مش في كل حاجه، يعني في حاجات وحاجات. انا لما الاقي تقدير من الشخص اللي قدامي انا غصب عني هبقى معاه، غصب عني هعمله اللي هو عايزه. طب ايه الحاجات اللي انت شايفاها مش ملزمه فيها؟ ما انا بقول لك انا مش مع الفكره اصلا. انت أنا مش مع ضدها. الفكره، بس قلتي لي في حاجات وحاجات، فانا في عايزه حاجات اعرف ما هل في ستات بتقول لك حاجات وحاجات، يعني مثلا اعمل لك اكل كل يوم، لا انا اعمل لك اكله تقعد عليها يومين مثلا. ده انت ولا صاحب انا الترند لا اللي مش صاحبة ملزمه؟ بتنقل الترند، بقى أنا بقول لك تجاربها. بنقل. يعني فاهم، لكن لا لا. لازم ناكد في النقط دي تجارب برضه. صحابها، تجارب صحابها. تجارب ايوه صحابها. كده اللي اروح هو البيت الاقيها بتقول لي انا مش ملزمه اعمل لك اكل. لا ما تقلقش انا مش ملزمه كده. هتجوز واحده تانيه تبقى ملزمه عادي يعني. لا دي فقره تانية يا عبد الله، ما تدخلش نفسك فيها. ايوه بتقول ايه لا في ناس تانيه ممكن تبقى ملزمه عادي. بجد؟ طب انت ربنا رزقك الحمد لله ان هي مطيعه، او شايفه ان الحوار بالتراضي، لو كانت هي عكس ده كان هيبقى ايه رد فعلك؟ او شايف اي راجل من حقه يبقى ايه رد فعله؟ هو اوريدي رد عليكي في الواحده لا الملزمه. لا لا لا, لا خالص. بصي انا وجنى يعني بسم الله ما شاء الله عمري ما شفت جنى ان هي مراتي. انا جنى يعني حتى الفيديوهات اللي احنا بنعملها دي حقيقه. لما برجع من الشغل بجيب حاجه لجنى بعمل الكلام ده. انا جنى طول عمري شايفها بنتي. حتى لما باجي اتعامل معاها اخرجها اوديها ملاهي اجيب لها شوكولاتات الكلام دوت. انا طول عمري ببقى اب ليها. عمري ما شفت ان انا جوزها. عمري في حياتي وديت يعني شهاده ربنا وحده يعلم بيها ان انا عمري ما اتعاملت معاها ان احنا اتنين متجوزين. فهي جنى بالنسبه لي بيبي. فاللي هي انا بحاول على قد ما اقدر ان انا في اي مشكله انا اللي امتص، انا اللي اعدي، انا اللي اتغاضى، انا اللي احل. ما بقفش اللي هو يعني بكبر دماغي. ما بقفش ان هو لازم هي تعمل ايه وانا اعمل ايه ومش عارف ايه. فانا ما بشوفلهاش مشاكل. يعني بشوف مشاكلها على طول ان هي بنتي الصغيره وغلطت. طب لو انت مسالم قوي كده، ايه الحاجه او ايه المشكله لا اللي انا مش جنى؟ مسالم قوي. ما انا جايه لك اهو. ايه المشكله اللي جنى خلاص قفلت دماغها فيها وانت كمان قفلت دماغك فيها، خلاص مش قادر تحتوي؟ بصي احنا لحد دلوقتي لسه ما وصلناش للمرحله دي. الحمد لله الحمد لله يعني. استني انا كنت ممكن افكر. انت بتفكر كان ممكن فكر يقول. فكر. طب خلاص لسه وصلنا. لا ده انت نهارك ابيض. سعيد. لا لا براحته بقى يا جنى بقى براحته. ماشي اتفضل. او يعني طب ايه اكتر حاجه خلاص بتقفل دماغها فيها وانت بتحتوي؟ بصي جنى اكتر حاجه بتقفل دماغها فيها وبتتضايق منها لما اروح جاي انا مش بيبقى قصدي حاجه انا بحب اغلس عليها. اجي اقول لها جنى انا عايزك تعملي ده دلوقتي. لا جنى ما بتحبش الموضوع ده. ما بتحبش ان هي تاخد اوردر. فانا كان بالنسبه لي احترمت في جنى قوي فكره ان هي ما بتحبش تاخد اوردر. علشان انا فيها نفس المشكله دي. انا جنى لما بتروح جايه تقول لي عبد الله على فكره انا عايزاك تعمل ده. لا ما تؤمرنيش. الموضوع ده بيفرق قوي كده؟ انا بالنسبه لي بصي بيجنني. يعني انا بالنسبه لي حتى مع اصحابي ما تجيش تقول لي اعمل كذا او مش عارف ايه. تحس ان مدرس وتلميذ كده؟ اللي هو لا انا مش هاخد اوردر. اه. ليه مش فاهم. انا مش يعني انا ما بحبش اخد اوردر. يعني تقعد تقول لي انا لا والله ما بديك اوردر. انا بقول لك بس اعمل واحد اتنين اوردر من تلاته. نوع اخر يعني. لا ما تعمليش كده. ما بحبش ده خالص. في الغالب ما فيش الكلام ده ولا ستات دلوقتي، كله ما بيحبش ياخد الاوردر يعني. بص هي اصل أحلى اللغه حاجة. تحس فيها كده ايه؟ امر. ما حدش بيحب لغه الامر يعني، هي كده كلها بالحب ده بتمشي. الطفل دلوقتي ما بيحبش كده. مثلا يعني دي الطفل قصة. نفسه وانتي بتربيه اعمل مامي لا ما تعمليليش قولي لي فما كلمني بطريقه حلوه كده هعملها لك. او التربيه الايجابيه بالظبط. في بقى حرب بين التربيه الايجابيه والشبشب دلوقتي. أكيد. فالموضوع والله مختلف. الشبشب كان احلى. ليه بقى الشبشب كان احلى؟ ليه انت اتربيت بالشبشب؟ بصي انا ما اتربيتش بالشبشب بس يعني احنا بقينا دلوقتي مفتقدين التربيه اساسا. بس يعني انا معاك. دلوقتي احنا ما بقاش عندنا الاب والام اللي هو بقى يقول لابنهم يعني ايه جواز او الاب اللي يقول للبنت يعني ايه زوج. ما بقاش عندنا الكلام ده خالص. وازاي يتعاملوا مع الاهل؟ بصي بقينا واقعين في مشكله ان هو الجواز مش يعني انا بابايا ومامتي كانوا معلميني يعني ايه جواز. يعني ايه اصون مراتي. يعني ايه احافظ عليها. يعني ايه مراتي تصوني. اهلي جانا برضو علموها كده. فلما كنا داخلين احنا عندنا الاساسيات عندنا المبادئ. احنا بقى اللي بنبدا نرش التوابل نبدا نتعامل. لكن الاساس عندنا. لكن دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده. ما بقاش فيه الاب اللي يقعد مع ابنه يقول له يا ابني البنت ديت لازم تراعيها تتقي ربنا فيها تبقى سند ليها تبقى ظهر ليها تبقى راجل ليها مش راجل عليها تقف تساعدها مفيش عيبه بين الراجل ومراته. يعني مش انك انت تدخل تقف في المطبخ فديت يجي ايه اللي انت بتعمله. مفيش طبعا راجل انت يعمل اكيد كده. واخد من الكلام ده كتير جدا. انت اه. ازاي واقف في المطبخ وبتطبخ وما اعرفش انا ايه. المشكله كلها ان انا بستغرب ان انا الاقي بنت داخله تقول لي يعني الرجاله اتاقلموا خلاص وبقوا دلوقتي لما بيقابلوني في الشارع يقعد يقول لي وكمان ناحيه الصعيد
يعني الحته اللي كان صعب جدا يتاقلموا بده ان هو يدخل يساعد مراته. لقيتهم لا بقوا بيقابلوني، وعلى فكره احنا بنعمل 1 2 3 وبدات اعمل اكل وبدا يعجب مراتي وفرحان بده. انا اللي بستغربه ان انا لما الاقي واحده بنت داخله كاتبه لي كومنت ايه ده، هو انت مش مكسوف من نفسك وانت واقف في المطبخ وبتساعد نتكسف من مراتك؟ ايه؟ انت اللي بتقولي كده، انت امال اللي الراجل بتكسف يعمل الداري. ايه؟ هي بالظبط. المشكله كلها ان هي وصلت لمرحله من كتر يا عيني ما هي بقت بتاخد اوردر تتعامل إن هو- بقسوه. ان ده مكانك. فبقيت لما بتشوف عكس ده بقت بتحس ان هو حاجه اللي هو غريبه، اللي هو لا، هو المفروض انا اللي بوقف هنا مش انت اللي واقف هنا. هو صحيح ايه الاهانه في ان ده مكاني؟ يعني مش فاهمه، هو ايه اللي مكانكم المطبخ؟ الستات مكانكم المطبخ. أيوة، انا مش اكيد فاهمة. سمعتيها. جدا سمعتها انا عن كتير. نفسي دي جمله ما تزعلنيش، يعني أنا انا ما عارفه ان تزعلنيش مكاني في برضه. حاجات كتير يعني. بالظبط. اصل يعني ايه المشكله ان انا اقف في المطبخ؟ ما الناس كتير بتقف، ده يعني اعظم شفاية العالم رجاله لا وبيقفوا في واخدينها بقى المطبخ. ايه زي تهكم كده على دور المراه، يعني ان اللي هو هو ده انت اطبخي مالكيش بس. لازمه، انت اه. مكانك في المطبخ طبخ زي وبس. السواقه كده. بالظبط. بالظبط كده. فيها. بصي انا من مؤيدين جدا ان الراجل زي ما اتصرف عليه واتعلم واهله كان حلمهم ان هم يشوفوه حاجه قويه جدا، برضو البنت ديت اتصرف عليها واتعلمت واهلها نفسهم يشوفوها حاجه قويه. صح. طبعا. فاللي هو انا مش متجوز واحده اللي هو انت وظيفتك ان انا امحيها، انك انت ولا تشتغلي، وظيفتك تطبخي، تنظفي، تعملي، هي ليها حاجات لازم تعملها تمام. مطلوبه منها، بس مش معنى كده ان ده الطبيعي، يعني انك انت لازم يعني غصب عنك هتعملي ده. جانا قالت جمله حلوه قوي، انا عشان بلاقي ان انا متقدره بعمل ده بحب. انت بقى بتقدر ده ازاي؟ بص اقول لك على حاجه، انا بعتبر الجواز دوت عامل زي الشغل، عامل زي الحياه، عامل زي الخروج، عامل زي الفسحه، عامل زي كل حاجه في الدنيا. انا دلوقتي لو ما حبيتش شغلي وما اتبسطتش بيه وبدات اطلع السلبيات اللي فيه وابص للايجابيات عشان اتبسط بيه عشان هو ده مصدر رزقي، ده اكل عيشي، مش هعرف اعيش فيه، هتعب في حياتي. هتعب جدا. صح. وابقى بنزل الشغل وانا مش طايقه ومتقدر وحاسس ان هو بدل ما بقى حاجه بتبسطني هو بقى لود عليا. وهفضل اسيب في الجواز بقى لو خدتها على الجواز. الجواز صح. هبدأ هكذا، لو خدت الجواز ان هو اصل الجواز دوت زي الشغل، الشغل مصدر رزقي خلاص لازم اقبل بيه، الجواز هو ده اللي انا هعيش معاها خلاص انت اخترت وقررت ان انت تتجوز وتفتح بيت. وهكمل معاها، فهي خلاص انا اصحى كل يوم هي دي البني ادمه اللي هقابلها في وشي، فلازم اقبل بالجواز دوت، فلازم ابدا اغير فيه، ابدا اخليه بدل ما هو حاجه زي ما الناس كلها شايفه ان هو حاجه وحشه ودمه تقيل. ودمه تقيل، لا انا ممكن اخليه ناحيه تانية ابقى مبسوط فيه وابقى راجع البيت وانا مبسوط وفرحان ان انا اقابل مراتي وهي مبسوطه وبنقعد نلعب مع بعض، بنقعد نعمل حاجات حلوه مع بعض، بنبدا واخدين الجواز دوت اللي هو زي ما كنا اصحاب، مش خلاص احنا امتلكنا بعض، فتحول الجواز بقى اللي هو بقينا اهل. انا طول عمري اقول يعني طب ما احنا بنستحمل بعض. طبعا مكانه الاهل بتبقى مختلفه شويه، معروف بنتخانق وبنتصالح كتير والكلام ده كله، بس ما برضو مراتي او جوزي هيبقوا في نفس مكانة. المكانه. صح. خلاص، ما انا قبلهم بكل عيوبهم وبمميزاتهم، ما هو طبيعي برضو هيبقى فيه عيوب. محتاجين ان احنا بقى ايه، نتقبل العيوب. انا دايما اقول لاي حد بيتكلم معايا في الحته دي لازم تتقبل العيوب الاول مش المميزات، لان هي دي اللي انت مضطر يا تتاقلم او ما تتاقلمش معاها. بصي انا لسه كنت بتكلم في الموضوع ده امبارح كده، كنت عامل لايف وبتكلم فيه ان هو انت هتقابل العيوب وهتقابل كل حاجه، فانت لازم اللي هو تقبل بده وتحاول ان هو تتعايش معاه. صح. زي ما تتكيف. اديتك مثال على الشغل، ما هو موجود المشاكل بتاعته والخنقه بتاعته موجوده والروتين بتاع الجواز موجود، فانا لازم اطلع الحاجات ديت وابدا اقلم نفسي بيها في روتين. طب اغير الروتين ده ازاي؟ ان احنا نبدا نفس التفاهه اللي كانت جوانا لما احنا كنا اصحاب، يلا ننزل نخرج، يلا نروح ملاهي، يلا ننزل سينما، يلا ننزل نتمشى، ناكل لب، ننزل نقعد على النيل، نعمل اي حاجه. في ناس بتبقى شايفاه ان ده تفاهه وانت عندك وقت، انت فاضي، طب احنا شغالين، طب احنا شقيانين. لا اللي عايز يخلق وقت بيلاقيه. اللي عايز الآخر. يعمل حاجه بيعملها. اللي مش عايز اه. انا بالنسبه لي بعتبره بني ادم فاشل، اللي لا، هو بيخلق بيبدا أعذار. يجيب عيوب واعذار. اعذار. بالظبط. اللي بيطلع عذر لحاجه او عيب لحاجه ده بني ادم فاشل. صح. زي بالظبط الفرق بين الفاشل والناجح ايه؟ الناجح دوت بيخلق، بيطلع مبرر لاي حاجه بتحصل له ان ده عوائق. تاثير منه. الناجح. الفاشل يجي يقول لك اصل البلد، الظروف، الدنيا كانت بتمطر، الشغل مش عارف كانوا كلموني بطريقه وحشه، ده الفاشل، فيبدا يطلع ان في عواقب. لكن الناجح بينسب كل حاجه لتاثير منه هو، انا اللي قصرت، انا اللي ما قدرتش ابوش على نفسي اكتر، انا اللي ما قدرتش اعمل ده. كنت عايزه اعرف منك حاجه بقى. أموري. دلوقتي اي شاب صاحبك
جه قال لك والله انا مخنوق من العيشه واللي فيها والجوازه وانا عايز اطلق، هو بيبقى معتقد ان مراته دي هي البعبع، في حين ان هو لو طلق واتجوز تاني هيلاقي ان هي زيها زي غيرها، مش تقليلا من اي ست، ولكن احنا لما بنتحط تحت يعني في بيت واحد بيبقى نفس التصرفات. الستات كلها واحد في الطلبات وفي الخناقات هو بس بيبقى عاجبه تجربه جديده. دي في وجهه نظري، عايز اعرف وجهه نظرك لو صاحبك جه قال لك كده. بصي، هي طبعا انا معاك ان كل الستات واحد. يعني الولد لما بيبقى متجوز وبيجي يبقى شايف ان في بنت تانية ممكن تسعده والحاجات ديت، هو كده او كده الصحبة حاجة والزوجة حاجة. بمعنى يعني الولد لما بيبقى لسه متعرف على بنت، بتبقى هي بتطلع كل احسن حاجة عندها، وبيبقى التعامل بقى ان هم فرحانين مبسوطين والدنيا ديت، وبتبدأ تلعب على نقطة ان هي بتعوض الجاب اللي عنده. هو عنده نقص مع فهماك. مراته، فهي بتبدأ تلعب على ده. لكن في الاخر لما بتتجوز ده الوقت صدقيني، معين. الستات كلها واحد. ما هو بالظبط. بس هي الفرق في فن التعامل، فن التعامل مع الزوجة، ان هو يتعامل معاها ازاي. فانا لما واحد صاحبي يجي يقول لي ان انا هطلق، ما هو لازم الاول قبل ما يقول لي انا هطلق بيتكلم معايا يقول لي ايه اللي حصل. مم. وطبعا اي واحد بيجي يحكي لك هو بيحكي لك ان هو دور الضحية. انت لازم تسمعي الطرفين، علشان اي واحد متضايق هيجي يقول لك انا اللي معمول فيا، انا اللي شقيان، انا اللي كتير. تعبان، انا. والبنت لما تيجي تتكلم معاها هي برضه هتطلع نفسها الضحية. عشان كده لازم تسمعي من الطرفين. طب انتوا في علاقتكم بقى بتطلعوا بعض ايه؟ بصي، انا وجنى يعني ميزتنا ما شاء الله، يعني اللهم لك الف حمد وشكر، يعني الحمد لله. ان انا وجنى ما بنخليش المشكله ما بيننا تعدي 10 دقايق او توصل لحد، او توصل لحد. هي ما بيننا وما بين بعض. بس هي الحته دي انتوا قاصدين ده، انتوا قاصدين تداروا كده على نفسكم. بالمناسبه انا بحب ده، الخصوصيه دي في المشاكل. ما بتحبوش بقى تحكوا لده وتحكوا لده وتحكوا لده، الدنيا توسع. احنا ما بندخلش حد ما بيننا. يعني حتى انا وجنى لما بنتخانق مع بعض، لو خناقه كانت كبيره جدا، جنى مثلا نزلت قالت لي طب انا نازله بقى، تنزل تلاقيها واقفه تحت قاعده في اي مكان عماله بتعيط بتعيط. لوحدها. والله لوحدها. حتى لو يعني الحاجه انا احترمتها في جنى وشفتها، تبقى قاعده بتعيط ومنهاره ومتدمره، ومامتها تروح متصله بيها تلاقيها راحت ماسحه دموعها. انا مره شفتها بتعمل الموضوع ده، وتروح رد على التليفون: ايوه يا ماما، في ايه؟ لا معلش اصل انا كنت نايمه. لما تقول لها مال صوتك، انا كنت نايمه مش عارف ايه. بتداري على مامتها. عمرها ما طلعت كلمه ولا لمامتها ولا لباباها. وده بدليل ان باباها ومامتها بيعشقوني، وده النجاح العلاقه. بتحافظي على صورته. طبعا، اصل ما ينفعش انا اشوه صورته قدام بابا او ماما، هيكرهوه. انت بتعمل في بنتي في كده، انا بنتي. فاهمه. فهشيل الاهل منه، وهو نفس الكلام هيشيل اهله مني. فما ينفعش، خلاص كده العلاقه باظت. بس دي ميزه حلوه قوي، يعني هو كمان انت لما بتلاقيه بيداري عن اهله اكيد بتتبسطي. طبعا اكيد، احنا متفقين من قبل الجواز، من واحنا صحاب. اي حاجه يا عبد الله هتحصل بيني وبينك، احنا نحلها احنا الاتنين، احنا كبار. مش لازم ندخل حد وواحد يدينا رأي والناس واحنا خلاص نتفضح عندهم ونعرف ان جنى وعبد الله بيتخانقوا. بلاش. فاهماني؟ وده اللي بنصح بيه بقى كل الناس. يعني اي واحده صاحبتي لما تيجي تتكلم ما تحكيليش تفاصيل، قولي لي ايه المشكله وانا اديكي حل من غير ما تحكي لي تفاصيل، عشان ما ينفعش تدخلي حد من اهلك، تدخلي حتى لو صاحبتك او تطلعي أختك. اسرار بيتك. بالظبط، ما ينفعش. وصدقيني برضو عايز اقول لك حاجه تعقيب لكلام جنى في النقطه ديت. مفيش حد بيدي لحد نصيحه من قلبه لوجه الله، واللي قاعد بره غير اللي جوه الفيلم. بص، هو في ناس بس عمرهم ما هيعرفوا انت بتتعامل على اساس ايه مع جنى، ولا جنى بتتعامل معاك على اساس. هي دي الفكره، هي دي النقطه اللي عمرها ما هتلاقيها. بس صدقيني هيبقى في انحياز. يعني برضو صاحبه جنى هتبقى منحازه لجنى في كلامها، فحتى لو انا مظلوم هتبقى مع جنى شويه، فهتبدا تقوي جنى في نقطه ان هي زعلانه مني. طب انا اقول لك على تقوي حاجه، هي قلبها. حاجه كوميدي شويه. انا لما بيحصل فيه تاتش بيني وبينه مثلا، او بنهزر بس الهزار يقلب شويه، انا اختي وصاحبتي بيجوا عليا عشانه. تخيليها الكلام اللي بيقوله ده. الكلام اللي بيقوله عشان ده أنا ما بعمل بيحصلش. انا اول ما برجع البيت لما بلاقي اختها وصاحبتها في البيت، يقعدوا يبصوا لي كده، اقول حق لهم ارجعني. لا، بالظبط غير المشكله والله. غير المشكله انا نازل وعايز اخرج، هبات بره، مسافر مع اصحابي. فجنى تبدا اصلا اقول له لا، يروح طب قايل لها ليه؟ فيها يا جنى، المشكلة ما ينزل يخرج، ينزل. يقعدوا يغمزوا لي ما يخرج، ما يسهر، ما يبات، مش عارف ايه. فهم بامانه ربنا، بابا جنى، مامة جنى، اختي جنى، صاحبه جنى معايا. انا ماليش حد ما والله. ده- أنا ماليش ده طب حد. الراجل يعني ده الأصلي ماشي، والله. احساسك ايه؟ بتتبسطي ان هم مثلا ايه؟
بصي احنا يعني تهيألي يعني هنمثل ان احنا زعلانين، بس من جوانا اكيد فرحانين ان لا. اقرب ناس لينا مبسوطه بشريك حياتها اكيد طبعا، اكيد او بتحميله. بالظبط. وهم اكيد 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 بيحسدوني على ده، يعني فاهمه؟ أيوة. مش الحسد بصوره وحشه، لا فهماكي، لا، الحسد فهماكي. اللي هو يا بختك، فاهمه؟ ايوه فلا انا ببقى مبسوطه طبعا. طب يعني أقول لك انا على حاجة؟ اختي والله العظيم، والله العظيم اختي ما بتجيش في حقي ولا مره. اي حاجه، ايه المشكله؟ ما تسيبيه يا بنتي. طب انا بس اختي جنان الستات بس في انا اختي ممكن نتلم تقولي لا عادي. عبد طب انا اقول الله لك على غير. حاجه تضحكك، لما بيبقوا نازلين خارجين المفروض هم بنات، الاقيهم كلهم عمالين يكلموني انت عايزينك. فين؟ انت فين؟ عايزينك تعالى. تيجي تخرج معانا، عايزين تيجي انت اللي هتسفرنا، انت اللي هتودينا، طب تعالى نسافر، طب تعالى نخرج، طب مش عارف ايه. وهي تبقى قاعده، انت اجي اقول لها يا جانا عايزه تخرجي؟ عايزه بص بقى احنا لازم نسيب بعض شويه بقى بحريه، نفك انا اخرج شوية. مع اصحابي وانت اخرج مع اصحابك. ومالكش دعوه باصحابي لو سمحت. اول ما محدش تخرج مع تكلمهم. اصحابها ايه يا عبد الله انت فين؟ اقول لها انا قاعد في البيت. طب ما تقوم تلبس وتيجي تخرج معايا يا بنتي، احنا مش قلنا نفك من بعض شويه؟ تعبت عليا. عايزين. ما بعرفش هي جانا يعني ما بتعرفش أنا تعمل اي حاجه من بالظبط، غيري. خلاص اتعودت على كده، اي حاجه لازم تبقى معايا. لا بمعنى ايه بقى ما بتعرفيش تعملي حاجه من غيره؟ ما بحسش ليها طعم، مش ما بعرفش، بعرف أصيلة وكل والله. حاجه، بس يعني الحاجه ما بتبقاش ليها طعم من غير. يعني انت حتى لو انا خارجه مع اصحابي طبعا، اه يعني البوينت دي انا لو اتحطيت في موقف بمشي فيه، بس اللي هو قاعد في البيت مثلا مش خارج مع اصحابه وانا نازله مع اصحابي، فلو اكلمه الاقي صوته غلبان كده. لا 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 لا, لا, لا مش حوار غلبان، حوار ان انت بتبقى عايزه تحطيني في جمله مفيده ابقى معاكي. انا ببقى عايزه، يعني انا بتبسط معاه، ما بعرفش اتبسط مع حد غيره، طب فاهمه انت حاجه؟ بتضايقي لما بيخرج مع اصحابه لوحده؟ اوقات واوقات. ليه بقى عشان ما بتقفش؟ اكذبش انا عليكي. عايزه اعرف حاجه. علشان ليه الست بتقفش لما هقول. جوزها يخرج مع صحابه؟ ما من حقه برضه يفك. اكيد انا مدياله الحريه دي، واحنا عندنا يوم في الاسبوع اللي هو يوم الخميس، اللي هو خلاص بقى مشهور على السوشيال ميديا اصلا ان هو بيخرج مع اصحابه وبيجي لي تاني يوم. يعني تخيلي بباتوا بيجي كمان. بيبات مع اصحابه ويجي لي تاني يوم الصبح، ماشي. فانا باخد اليوم ده بيومين اللي هو جمعه وسبت بقى. بفتكر كل حاجه تتضاعف عني. لا بس بصي يا في جانا اوقات غلبانه في اكمل الموضوع كلامي ده. لو سمحت. كملي. في اوقات بقى بيجي عليا عشان اصحابه، مثلا النهارده احنا متفقين ان الخميس ده مع اصحابك، اه يجي لي مثلا يوم الاثنين او يوم الثلاث، جنى انا صاحبي مش عارف ايه وكلمني وهروح اقضي معاه النهارده. يا ابني احنا مش متفقين الخميس؟ معلش يا جنى عشان مش انا مقدس يعني يا جنى، عادي الراجل اتزنق في يوم مش عارف يعني. اصحابه عايزينه. ايوه ما انت ما تحرموش برضه لازم من اقول لك اللمة. صاحبي دخل عمل حادثه، لازم أقول لك أعرفك صاحبي لازم المخزن بتاعه يحور. اتحرق. هو برضه لو حور عليكي برضه هنلبسها على فكره. طب اقول لك على حاجه، انا كان ليا واحد صاحبي انتيمي، كان كل شويه يكلمني، مراته بتبقى جنبه، فهي بقى من الستات اللي هو ما ينزلش ما يروحش ما يجيش حول الله يا رب. خالص، ودي بتبقى ده صعب غلطه عليا كبيره قوي من يعني. الستات، وهو الولد غلبان قوي. فلقيته بيكلمني بيقول لي عبد الله انا جاي لك بقى، احنا لازم نلحق بسرعه نروح بورسعيد نجيب البضاعه عشان نحطها في المخزن. فانا خلاص انا يعني احنا كرجاله، وطبعا ده كل سيم الرجاله بقى، عارفين عارفة الحوار ده. اول ما البضاعة حد يكلمك انا اتقلبت على الدائري، ايه ده الف سلامه انا جاي، ما بنقولش ليه وفين والكلام ده، خلاص احنا هرشنا الموضوع. طب والله عيب يا ستات عشان طبعا والله العظيم. انتوا كستات، وانا بقول الو بتبقى جنى اللي هو بعد اذنك ودنك بس عشان في فاصل بيني وبين المكالمه، فاحنا عارفين بعض. فيكلمني يقول لي عبد الله انا هروح اجيب البضاعه من بورسعيد، لازم تيجي معايا دلوقتي عشان لازم هنقعد لغايه بكره لغايه ما المينا تنزلها، وهو عمره ما راح بورسعيد بس اساسا ده احساس وحش قوي. عشان نحطها في المخزن. ففضل يكلمني كذا مره ويقول لي الموضوع ده وينزل يخرج معايا. فجيت في مره مراته بقى فاتحه السبيكر جنبه، فبيقول لي الو يا عبد الله بقى احنا عايزين، لا بقول له بص يا شيخ انا جاي لك دلوقتي، انت مراتك معاك؟ بقول له بقول لك انا جاي لك دلوقتي هاخد فلوس علشان انا اكتب لك تنزل على المخزن عشان انا مش عايز. يا نهار ابيض فالواد بقى مش عارف، قفلتها عليه. فاللي هو انا بقول له انا جاي لك بقى معلش اديني فلوس علشان انا هتنزل لك دلوقتي، فيقول لي يا مخزن طب يا عبد الله والبضاعه، وهو عمال يترعش. الو. قلت له انا فوت الشراكه دي. لا بس انا ما بحبش الاحساس ده برضه. ما هو برضه يا جماعه يعني مش بيسرقوا، ليه لازم يضحكوا علينا لا في ستات صعبه، لا انا ما عنديش مشكله، احنا بناخدها لا بهزار. بنتكلم لا على في الستات ستات التانية صعبة. يا جنى. ده في صعبة جداً. ستات بتخلي جوزها خايف يرد على الراجل، وهو معاه، يعني هو مع الراجل وفي يعني انا البلاي في ناس ستيشن مثلاً. صحابي اجي اكلمه هو خايف يرد عليا. والله عيب، تخيلي هو واصل لمرحله ايه. تخيلي. عيب وحرام والله. واقول لك على حاجه، انا بشوف دوت ان هي مش ذكيه على فكره ولا شاطره، بالعكس خالص. دي ضايعه، دي كبتاه يا عيني. الولد وهي مش كبتاه، الولد دوت مصاحب ومعاه 500 موبايل يعني وبيخونها هي مش وبيعمل ذكية. هي مش ذكيه. اصل اقول لك على حاجه، انا وجانا لما جينا اتعرفنا على بعض وحبينا بعض وارتبطنا ببعض،
قلت لها يا بنتي انا لا همشي وراكي بودي جاردات تراقبك ولا تعرف خطواتك، انت لو خفت من ربنا هتتقي ربنا فيا، مش هتعملي حاجه غلط. صح. وانا هكذا، لكن احنا ما نخوفش بعض. قلت لها اوعي في يوم من الايام تتعاملي معايا ان انا بخاف منك. لو خفت منك في ان انا اقول لك سر وبدات اجي اقول لك انا عملت العلاقة 1 2 باظت. 3 وجيتي تقولي انت عملت كده ليه وازاي عملت كده وتتخانقي معايا، انسي انك انت تعرفي عني حاجه بعد كده. وبعدين مش في العلاقه الزوجيه او من العلاقات الزوجيه، هي في الحياه كلها الممنوع مرغوب. صح. انا لو منعتك من حاجه هتبقي بصي بتتشقلبي علشان تعرفي عشان الحاجه دي تعمليها. او تعمليها. هاجي بقى للخصوصيه والاسرار، مش بتاعتك انت، لا بتاعت اهلك. لو اهلك حصل لهم مشكله او تمام. عندهم سر ما، تمام. جانا بتعرف عنه ولا لا؟ اه طبعا لازم تعرف. ليه لازم تعرف؟ علشان جانا بقت فرد من كيان العيله. يعني جانا بقت يعني مامتي بقت مامتها، بابايا بقى باباها. طب هما بيتعاملوا كده مع جانا؟ اه طبعا. انا طب مامتي افرض على طول مثلاً- شايفاها ان هي بنتها. افرض مثلا اختك مش عايزه في موضوع خاص جدا ومش عايزه حد يعرفه، بس عايزاك انت كاخوها، هتقول لمراتك ليه؟ هحترم ده طبعا فيها ومش هعرفه لمراتي. بس هو ده اللي انا عايزه اوصل له. لكن لو في مشكله عند اهلي او في اسرار عاديه، بغض النظر ان هو حد جه قال لي يا عبد الله ده سر بيني وبينك، هو في سر ده عادي ما في حدش سر مش يعرفه. عادي؟ يعني في مثلا ممكن نبقى قاعد انا واهلي بنتكلم مع بعض في ظروف، في مشاكل، في حاجه، ودي طبعا حاجات خصوصيات ما بيننا. لا عادي ممكن اجي اتكلم مع مراتي وهي ملهاش الحق ان هي تدلي برأي. يعني تدلي برأي خير، لكن ان هي تدلي برأي شر اللي هو لا يا عبد الله ما تعملش ده، عبد الله ابعد عن دوت مش عارف ايه، لا ده خط احمر. لا قولي الخطوط الحمراء بقى كده من الاول. يعني بص الخطوط الحمراء اللي ما بيننا ان انا مثلا اهلي عايزيني مثلا انا بساعدهم مثلا في حاجه ماديا مثلا، فما ينفعش مراتي تيجي تقول لي يا عبد الله وانت ليه بتعمل ده؟ مجرد ما السؤال ينفعش نفسه السؤال. مشكله هي لو جت قالت لي السؤال ذات نفسه، لا ده ممكن حاجه تفرق بيني وبينها، اصلا. ممكن اكرهها فيها. انا ما بهرجش، انا بتكلم بجد. زائد بالظبط ان هي لو اهلها عندهم الموضوع ده وانا جيت قلت لها اصل بص اقول لك على حاجه، لو اهلها واقعين مثلا في ظروف وحشه وانا جيت اساعد، هي عايزه تساعدهم في حاجه وجت تقول لي وانا خدت واديت معاها في الحوار ده، اولا هي هتستنقصني، هتحس ان انا مش راجل، هتحس ان هو انت ازاي ده، انت المفروض انت الراجل بتاع اهلي، لو انا معيش انت اللي تديهم. ده انت اللي تعمل. يعني ده المفروض حتى لو من ورا قلبك يعني قولها لي مجامله. يعني فاهماني؟ حتى لو هي جت قالت يا عبد الله لا بس انت ظروفك برضو والاولى ده يا حبيبي ان انت كان نفسك تعمل حاجه او تعمل حاجه لمستقبلك، فانا مش عايزك تضيع الحاجه دي عشان اهلي. ساعتها انا اجي اقول لها يعني دي هتبقى مشكله بيني وبينها. علشان بص اقول لك على حاجه، الاهل دول انا لما باجي اتكلم او باجي اقول اي حاجه بقول انا سبب اي حاجه وصلت لها طبعا ربنا، تاني حاجه دعاء بابايا ومامتي. طبعا. يعني انا عمري ما كنت هبقى عبد الله سرحان غير لو بابايا ومامتي بيدعوا لي واقفين جنبي، فانا لو ماليش خير فيهم عمري ما يبقى ليا خير في مراتي. وهي لو جت قالت لي يا عبد الله انت بتعمل ده ليه، مش هيبقى ليا خير فيا يعني انت ولا يا هتشوفني جنى. تاني. لا طبعا موضوع طح انا صعايده الدرجات برضه يا عبد الله بقى. انا ما خليتش بحترم ده الجد فيه يا عبد جدا. الله، لا انت انا خدتني. بحترم ده فيه جدا اصيله والله. دي الزوجه الاصيله. طبعا. طب لو اختك مثلا جت قالت لك سر هتقولي لعبد الله برضه؟ هي اللي هتيجي تقول لي ايه؟ هي اختي اللي لو ما هتروح تقول له. لا لو ما كانتش اختك صاحبتي هي مش هتقول لا لنا. بجد والله. بس مش طبيعي يعني هاجي اقول لاختي حاجه الاقيها معرفاها لجوزها. بصي لا ما طبعا اكيد، ما هي مثلا انا لو عايزه احكي حاجه لاختي اقول لها جوزك ما يعرفش، هي هتحترم فيا ده ومش هتعرفه. فاهماني؟ نفس الكلام ليها. يعني هي حتى لما بتيجي تتكلم هي بتاخد رايه هو قبل رايي انا، يعني فاهمه؟ او تيجي تحكي الموضوع قدامنا احنا الاثنين. تمام. هي لو عايزه تحكي لي حاجه بتحكيها من غير ما عبد الله يعرف بقى، في التليفون بتجي لي تقعد معايا، ما اكيد البوينت دي هحترمها برضو في اي حد والله، ان انا مش هعرف عبد الله حاجه. ونفس الكلام ليه، يعني لو اخته عندها مشكله مثلا وعايزه ما تعرفنيش انا مش هزعل مش هتضايق، دي حريه تقولي له بقى لا انتوا بتخبوا عني بقى والعيله وانتوا مش معتبريني بقى من عيلتكم خالص. لا انا مش كده خالص. لا، بس جنى في غلبانة أوي. ستات كده، طبعا. في ستات كده طبعا. وقابلتها عايزه فاهمة؟ تقعد على نفس بالظبط، الراجل اللي هو تعرف ليه كل ما حاجة. تقوليش ليه وعايز اقول عملت لك على تعمل كده. حاجه، انا وجانا برضو نختلف مع بعض، يعني نختلف يعني في حاجه حلوه احنا فيها مع بعض. اللي هي لما جانا بتحترم رايي قوي، وانا سبحان الله انا مش عارف يعني، بس انا عندي شفافيه عاليه. يعني انا حتى مع اصحابي طول عمري لما كانوا بييجوا ياخدوا رايي يجي يقول لي عبد الله في 1 2 3، اجي اقول له ده هيحصل ده. وبتفهم في الناس. بفهم جدا، اجي اقول لها هيحصل ده، او الولد اقول له هيحصل ده. لدرجه ان انا في اوقات كنت بنام واحلم، والله دي حقيقه،
انام واحلم ان في شخص، يعني مثلا حد انا كنت اعرفه او مرتبط بيه او الكلام ده في منطقه كذا وبيعمل واحد اتنين تلاته ومش عارف ايه، اصحى والبس وانزل اروح المكان الاقي بنفس اللبس بنفس الشكل بنفس الحاجات كلها اللي انا شفتها. دي حاجه تخوف. لا دي حقيقه بجد عندي. فحتى جانا بتحترم بقى الموضوع ده عندي، فبتيجي تقول لي عبد الله انت اكتر واحد هتديني النتيجه ديت. انا صاحبتي كلمتني في سر واحد اتنين تلاته، طب هي تعمل ايه؟ فانا بقدر افيدها في الموضوع ده قوي حلو قوي ان انت مرشد كده للناس اللي حواليك، ده قوي. احساس حلو. لا وعندي قسما بالله العظيم انا عندي الموضوع ده بجد. يعني اجي اقول لك واحد اتنين، انا مره بنوته جت كلمتني قالت لي يا عبد الله انا واحده صاحبتي واقع معاها مشكله مع ولد بتحبه ومش عارف ايه، والولد دوت هي مش واثقه فيه ومش عارف ايه، بس هي بتحبه قوي. لا قالت لي الولد ده قصدي واثقه فيه وبتحبه قوي ومش قادره تعيش من غيره ومش عارف ايه. فقلت لها خلاص تعالي مره نتقابل وهات البنت والولد دول ونقعد مع بعض. فرحت هي عاينة. جايباهم. فانا اول ما شفت الولد ده اقسم بالله العظيم بعد ما مشينا انا ما بينتش اي حاجه، قلت البنت عايز اقول لك على حاجه بس ما الحاجه دي هتضايق صاحبتي. قلت لها الولد دوت مش هيكمل مع البنت دي والولد ده هيطلع خاطب. انا ما اعرفش ليه خاطب اصلا. خاطب. فقالت لي انت طب ايه وقعدت قالت لي لا طبعا ده بيحبها وما فيش. وراحت قالت للبنت، البنت قعدت تقول لها لا وده ما بيفهمش ومش عارف ايه ده بيحبني قلت لها معاكي شهر او شهرين وهستنى منك تليفون، ما ترديش عليا بس هستنى منك تليفون، بس ابنه انت اللي هتبقي هيرد جاي بس هتبقي جايه بتعيطي. هستنى من صاحبتي ديت التليفون انك انت تروحي تقولي لها وهي تيجي تقول لي. والله العظيم ما عدى شهر وجت قالت لي الولد ده كان خاطب وبيحضر لكتب كتابه، اصلا. وانا الولد ده عمري ما شفته اساسا. لا الشباب بتفهم في بعض قوي، زائد ان حته الشفافيه اللي عنده دي. يعني لا عنده لا شفافية عالية والبنات قوي في بتفهم في الموضوع بعض ده. قوي برضو. يعني البنات لو طبعا. مثلا جاي يعرفني على واحده صاحبته من نظرة، ها؟ من نظره كده اعرف ان طبعا. البنت دي داخله على ايه. داخله أقول على له. ايه بقى؟ على حسب بقى. قولي لي على بقى. حسب. لا قولي لي لو سمحتي حد في بنات قفشتيه كده انتوا عليكم نظره اول ما تروح جايب البنت تفضل شوفها كده من فوق لتحت كده. تفضل احنا بنفهم في بعض زي ما هم بيبقوا عارفين برضو دماغ بعض، تمام؟ فانت من نظره كده بتشوفي طريقه البنت دي، طريقه كلامها، اسلوبها، عينيها رايحه فين، فبتفهمي هي عاوزه ايه. هم ما بيفهموش الحته دي. زي ما انا مثلا لو قابلت ولد وجي عرفته على عبد الله وده معايا مثلا في الشغل او حاجه، من نظرته كده ومن هيئته هو بيقول لي الولد ده مش كويس ابعدي عنه، ما تاخديش وتدي معاه في الكلام. نفس الكلام لما بيجي برضو يعرفني على واحده صاحبته اقول له عبد الله دي مش ما ينفعش، نازلالي. هي ما على ينفعش. حسب، لو لقيتني مهتم بالبنت دي شويه يبقى دي مش نازله من زورها. لا خالص. حسيت ان البنت خالص. انا في واحده صاحبته وهي صاحبتنا دلوقتي، يعني هي التالت بتاعنا. اول ما اتعرفت عليها كنت اتعرف عليها في التليفون، ما شفتهاش ولا مره، بس معاه في الشغل و24 ساعه بتكلمه. ايه يا عبد الله انت بتكلم مين؟ بكلم كذا. الله في ايه؟ طب انا قلقت شويه، بس لما اتعرفت على البنت ووريها لي وكلمت معاها لا هي بقت صاحبتي عادي تأقلمتي. بالظبط. وفي ناس تانية لا يا عبد الله ما ينفعش، خلاص خلاص طبعاً اقفل بقى. ريح المدام. طبعا بنريح المدام. ماشي. طب لو هنيجي بقى على حته الغيره، اوكي. الغيره بين الزوجه لا استنى بس، مش الغيره اللي انت قصدها غيره الزوجه والاهل، هل حصلت معاكم في البدايه؟ بصي طبعا زي اي واحد لما بيتجوز تبقى مامته بتحبه قوي بيبقى أيوة، مهتم قول بمامته. بصراحة. اول كلمه طبعا مامتي انا كنت متعود معاها بالنسبه للاهل ان انا على طول برجع بجيب هي الحاجات اللي هي بتحبها، لو بتحب سندوتشات كفته، بتحب عصاير، بتحب، ونسهر نقعد نتفرج مع بعض على التلفزيون. وانا عند مامتي اللي هو اخر العنقود، فانا مامتي ممكن ترمي اخواتي كلهم بس انا عندها يا حول الله يا رب. العيش. فهي شافت بقى ان انا مره واحده اتجوزت، فلما اتجوزت يعني انا مامتي كانت طول عمرها تقول لي انت مش هتتجوز، انت قاعد معايا هنا، انت قاعد لي. اه فهي لما شافت ان انا اتجوزت شافت اللي انا كنت بعمله معاها بقيت بعمله مع جنى. وانا غلطت في اول جوازي في حاجه، ان انا كنت عشان السوشيال ميديا وعلى الحياه والدنيا فبدات اثر مع مامتي، وطبعا مامتي شايفه كل التعويض ده مع مراتي. فاول لما رجعت لقيت اختي بتكلمني بتقول لي يا عبد الله ماما بتغير، يا فحاول روح هي كده، بتحبني قوي. عارفه. فاول لما جيت قلت لها ماما هو انت بصي من الاخر يا ماما انت غيرانه، انجزي كده ومش عايزين نقعد نبص لبعض نظرات اللي هما الاثنين اللي بيعاتبوا بعض. انت غيرانه؟ قلت لا يا حبيب قلبي انا عارفه ربي يا خايبه للغيبه. طب والغيبه عملت ايه؟ انت استقبلتي الكلام ده لا ازاي؟ الغيبه ظابطه الدنيا. انا ظبطت الدنيا. طب ازاي؟ يعني انت في البدايه كده هو الواحد بيبقى داخل حامي شويه او لسه مش قاري الدنيا، ولقيتي ان في غيره او حساسيه، اتعاملتي معاها بذكاء واحتويتيها بجد
في الاول زعلتي وبعد كده احتويتيها، ولا انت من الاول محتويه؟ ما زعلتش خالص، عشان انا برضو بحترم الحته دي. ليه؟ انا وعبد الله اصحاب اصلا بقالنا 8 سنين قبل ما نتجوز. جميل. فاحنا اهلي عارفينه واهله عارفيني، وكنت بروح لمامته وهي بتحبني وكل حاجه. جت بقى البوينت اللي هو خلاص انت خدتيه بقى عليكي خالص، مش هشوف ابني تاني. الحته دي بدأنا نعوضها باللي هو بروح لها نبات معاها، اريحها، ادخل مثلا اساعدها في المطبخ، اعمل معاها اكل كده. انت اللي بتطفي نار الغيره دي بقى. طبعا اي حاجه اقول لعبد الله لو انت هتجيب لي مثلا موز هات لي ماما موز، هتجيب لي جميلة. برتقال هات لي ماما برتقال، هات لي زي بص هتجيب ماما زي ما بتجيب لي بالظبط. ده انت الامهات هتحبك ايه. انا بصي. الحمد لله، لا عشان انا اصلا انا عارفه اخر العنقود ده، اصلا انا اخويا اخر العنقود، فاحنا برضو مرميين في الشارع. فانا عارفه قلب الام على الولد، وبالذات ان هو اخر العنقود وكان قاعد معاها بقاله فتره كبيره جدا، يعني اخواته كلهم ما شاء الله كلهم متجوزين ومخلفين وبعيد عنها، وهو الوحيد اللي من كان ساعه ما اتولد. هي جايباني من ملجأ، يعني يعني 30 سنه قاعد تقريبا. معاها بقاله فتره كبيره، بقاله كام سنه كده. ايوه قاعدة من قبل ملجأ. قبل اخواتك ما يسيبوك يعني ويمشوا. لا شاف الدلع كله بقى خلاص. بالظبط كده، وهي كمان لا شايفه وانا الدلع متدلع منه. بزياده، اه متدلع بزياده. انا مامتي مشكلتها ان هي ما بتبينش، بس انا بحسها. يعني مامتي تقعد تضحك وتهرج والكلام ده وما تعرفيش ان في اي حاجه، بس انا بلقط نظره الحزن اللي في عينيها. بس انتوا كده عوضتوها، يعني انت اه. بتروحي لها وبتحسسيها لا ان احنا الجو تمام. طب اقول لك على أيوة. حاجه، جانا بتروح لها وبتقعد هتقول بالبيجامه. لا 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 خالص. يعني جانا بصي انا بحترم فيها ان هي جميله جدا. جانا كاخلاق وكطبيعه وكبني ادمه ما بتتحركش من حاجه. يعني انا تكسفش ما من عنديش حاجة. مشكله ان انا مثلا اقعد تحت رجل ماما واعمل لها مساج. فاهمه يعني حاجة؟ جانا لما بتروح ماما اللي هي مامتك ولا حماتك؟ مامتي انا. انا بقول لها يا ماما يعني جانا كمان ده الموضوع ده بيعمل مشكله على فكره. يعني جانا بتروح خالص، ده رايحه. ماما نفسها بتقول لها يا ماما، يعني يا بجد؟ ماما فوفه. يعني لا هي احنا بصي احنا ما تربيناش على الحته دي. لا لا مترابطه. يعني احنا ما تربيناش على حته حماتك تقولي لها يا طنط، ما تقوليلاش يا ماما. لا وهتقولي لماما لحد غير. وجو أيوة، لا، طنط لا، ايه ما لا. تكبرنيش والجو ده البلاش ده. انا ماما اساسا لحد دلوقتي ما بقولهاش يا ماما، انا بناديها باسمها. وانا كمان. ومامته نفس انا الكلام، تقول لي ما مسميها منمن تقوليش على الموبايل، عايز كده. أكتر من اقول لها كده. يا فوفه، ما بقولهاش يا طنط ولا يا ماما، وانا اوقات عشان قلت واوقات منمن يعني. بتقول يا فوفا. طبعا. وانا هدهد بقى. انا عايز اسالك بقى، بما انك مطيعه كده وست زي الفل سكره، الله يخليك. ربنا يحميك يا بنتي. تسلمي لي. كباره كده ست. قولي كده نصيحه لاي بنت رايحه لحماتها في رمضان، تساعدها ولا ما تساعدهاش، وتاكل او تفطر وتقعد حاطه رجل على رجل وحماتها بصلها كده، ولا تعمل ايه؟ طب انا ادي نصيحه ولا اقول لك اللي قولي انت بيحصل؟ ماذا توقعت انت بتعملي ايه، بس قولي انت بتعملي ايه وانصحي بقى الناس اللي بتقعد كده. لا انا خلي عبد الله هو اللي يقول وانا هدي النصيحه. قولي يا عبد الله بسرعه. بص يا جانا بامانه ربنا، يعني لما بتروح البيت عند مامتي اول يوم رمضان بعد الفطار، والله انا ما بشوف جانا لغايه الساعه 11 بالليل ما تخليش حد يدخل المطبخ. هي اللي بتنظف، هي اللي بتغسل المواعين، مع اني عندي 3 اخوات بنات، وبيبقى لهوي يا اخواتي عندي 3 ولاد مع مراتاتهم، فاللي هو احنا 6. ما بتخليش اي حد يدخل انت المطبخ بتحكمي عليهم ما يعملوش معاكي حتى؟ ولا يساعدوها. هي ليه تقفل على يعني؟ نفسها المطبخ وتقعد تعمل كل اخواته حاجه. ومراتات اخواته بيخشوا لي مثلا. طب كل شويه يعني احنا مثلا كل ربع ساعه او كل حبه صحون كده انت حد فينا ياخدهم. أيوة. انت مثلا نضفي مش عارف ايه وانا اقول لا. نساعد بعض. لا ما بترضاش. ما وانا بقى الزوج بعرفش. الغيتت بقى اروح داخل جايب واكل زبادي واروح مديها الطبق، داخل جايب مش عارف ايه ومديها انت الكوباية. بقى طماع بقى يا انا اقعد عبد الله. ازود عليها الموم. طب تنصحي بقى ايه هي بنت كده لسه صغيره مش عارفه اي حاجه، اول رمضان ليها وهتروح عند حماتها، تساعد ازاي؟ مش برضو مش هنقول الاكستريم بتاعي. لا مش هقول ماشي اوكي. طيب مبدئيا كده هنخش بهديه حلوه كده، تمام؟ كنافه بقى، يعني انا مش بقول حاجه معينه، اي اللي في مقدرتك هاتيه. تمام. بس تخشي عليها كده بحاجه لطيفه كده، وتبوسي ايديها وراسها، ايوه. تساعديها. يعني الطبيعي اللي انت بتعمليه مع مامتك اعمليه مع حماتك. انت لو دخلتي على مامتك اول يوم رمضان هتعملي ايه؟ هفطر وهساعد بعد الفطار هتحضري معاها السفره واعمل الشاي صح والقهوه كده؟ والحوارات. مش هتخليها طبعا لو هي طبعا من اول اليوم واقفه في المطبخ وبتعمل اكل، هتريحيها بعد الفطار وانت طبعا لا تشيلي بقى الحاجه فانت اللي انت بتعمليه مع مامتك هو نفس اللي تعمليه مع حماتك. مش هقول اكتر من كده يعني، فاهمه؟ ما تعمليش حاجه اوفر، ما تعمليش حاجه الواو.
لا. والله انت زي الفل. اصيله والله والله اصيله. انا طبعا يا بختك. كويس ان اختياري كان صح كل مره. طبعا احلى اختيار. انتوا نورتوني ربنا وشرفتوني يخليك. وكل سنه وانتوا طيبين. انت انت طيبه. طيبه. خلصت حلقتنا وبيننا قعده.